أهلا بكم من جديد. بعد مرور 5 سنوات على تشكيلها ينقسم الشارع المغربي حول تقييم عمل الحكومة المغربية الإسلامية بين مؤيد ومعارض، فالبعض يراها من وضعت أولى الخطوات لمحاربة الفساد الذي كان ينخر الإدارة المغربية، والبعض الآخر يعتبر أن حصيلتها كانت هزيلة ولم تترجم الوعود التي قدمها حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية. هذا ما سبب جدلا واسعا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية مطلع تشرين الأول أكتوبر في المغرب. فما هي أسباب الانقسام حول حكومة عبد الإله بن كيران، وكيف ينعكس هذا السجال السياسي على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم ومستقبله في الانتخابات المقبلة؟ نتابع التقرير ونبدأ النقاش. المؤيدون لحصيلة أول حكومة يقودها الإسلاميون بالمغرب أفرزها الربيع العربي يروا بأن حصيلة مشرفة وأسست لمرحلة جديدة للتدبير الحكومي من خلال وضع اللبنات الأولى لمحاربة الفساد الذي كان ينخر الإدارة المغربية والقيام بإصلاحات اجتماعية جريئة وجذرية واستسواء المواطنين في الولوج إلى المرفق الإداري. هناك مؤشرات إيجابية جدا تحسب لهذه الحكومة، كما يتعلق مثلا بالجانب الصحي، من حيث أنه مئات الأصناف من الأدوية التي تم تخفيض ثمنها، مما عدا بكثير من الارتياح على الطبقات الشعبية. تطوير الخدمات الصحية وإن كانت لا زالت لا ترقى إلى المنشود ولا زالت تعاني الكثير، ولكن بذل جهد. إلى ذلك يرى المنتقدون لحصيلة الحكومة التي توشك ولايتها على الانتهاء بأنها هزيلة ولم تنجح في تحقيق أي خطوة في مسار الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها، خاصة محاربة الفساد واقتصاد الريع، وأن الإصلاحات التي جاءت بها كانت على حساب المواطن البسيط، كما أن معدل النمو عرف تراجعا كبيرا مما انعكس سلبا على فرص الشغل وساهم في الرفع من نسبة البطالة. ملف التقاعد، المقاصة، كل الملفات التي تخوفت الأحزاب السابقة من خطورة الدخول فيها، يعني أنجز مهام فقط المقابل ديالو أن يكون عضو رسيخ في الطبقة السياسية. والإنجازات القطاعية الشعب المغربي ما ولا جديد. وتبقى هذه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي وتوشك ولايتها على الانتهاء أول حكومة بعد دستور 2011 الذي منح لرئيسها صلاحيات واسعة، مما جعل المواطنين يعقدون عليها آمالا كبيرة للقيام بإصلاحات جوهرية قد تساهم في محاربة الفساد الإداري وتقليص الفوارق الاجتماعية ووضع الاقتصاد على سكته الصحيحة. وحسب الكثيرين فإن انقسام الشارع المغربي إلى مؤيد ومنتقد للحصيلة الحكومية يزيد من صعوبة التكهن بالنتائج التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية المرتقبة. كريم القرقوري، تلفزيون الغد، الرباط. نبدأ النقاش وأرحب بضيفي معنا من لندن الكاتب الصحفي سيد محمد الفنيش، أهلا بك، كما أرحب أيضا من الرباط عبر الهاتف دكتور منار السليمي المحلل السياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع سيد محمد الفنيش من لندن. يعني سيد محمد، بداية تقييمك لتجربة الحزب في قيادة الحكومة الحالية على مدار ال5 سنوات الماضية. تحية لك أختي الكريمة وتحية لطاقم قناتكم ولسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. حكومة عبد الإله بن كيران أو حكومة الائتلاف الحكومي ذات ال4 أحزاب جاءت في ظرفية ما بعد الربيع العربي أو ما يسمى بغضب الشارع العربي آنذاك. جاءت في ميلاد دستور جديد، دستور الفاتح من يوليوز 2011، الدستور الذي أعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة أو للحكومة ككل. وضع الشارع المغربي آماله وطموحه على حكومة بن كيران وعلى حكومة الأحزاب الأربعة، لأن ليس من حقنا فقط القول بأن حكومة بن كيران، بل يجب أن نكون متوازنين وأن نقول
تقول حكومة الأحزاب الأربعة باعتبار أنهم يتحملا المسؤولية ككل باستثناء حزب الاستقلال الذي استقال من الحكومة سابقا. حكومة بن كيران شخصيا نراها كمتتبعين لأحداثها أنها نجحت في أمور ما، لكن في ملفات الفساد، في الملفات الكبرى كانت عاجزة، الشيء الذي جعل الشعب المغربي يصاب ببعض من الإحباط في هذا التوجه. لكل حججه، حكومة بن كيران تستغل بعض الحجج تدلي بها، تقول أن الدولة العميقة، لكن عندما نرجع إلى الدستور كأسمى وثيقة دستورية تحكم البلاد نجد أن الصلاحيات واضحة لسيد بن كيران. سيد بن كيران تنازل عن صلاحياته. عندما نرجع إلى رمز الأمة وهو ملك البلاد باعتباره رئيس الدولة، في خطابته طالب بالقطع مع اقتصاد الريع، طالب بالقطع مع الفساد. لا أدري هل بن كيران يعني يدرك ما يقول أم أنه فقط يريد أن يستغل التحالف الحزبي وأن يصنع توافق حزبي على بيع جزء من الكلام. كان يجب أن يكون أكثر جرأة، خصوصا أنه كان جريء في ملفات التقاعد، كان جريء في زيادة بعض الأمور، كان جريء في فتح ملفات تخص الشعب المغربي، لكنه لم يكن جريئا في فتح ملفات فساد. ونحن شخصيا كنشطاء في الهيئة الوطنية حماية المال العام قدمنا لسيد بن كيران قبل سنتين ملف جاهز عن الفساد عن جهة قلميم ودنون، ولم يحرك فيه ساكنا بالأدلة الواضحة. إذا بن كيران عليه إما أن يكون واضحا، لأن نحن لا نريد أن نقوم بزعزعة الثقة في الدولة. بالتالي سيد محمد، يعني إلى أي مدى استطاعت حكومة بن كيران يعني أو الحزب تحديدا، حزب العدالة والتنمية، الحفاظ والالتقاء على وجوده السياسي على الأحزاب الأخرى في الساحة السياسية، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات؟ للإنصاف حزب العدالة والتنمية يكون قد نجح في أن أياديه ظلت نظيفة من الفساد أو من الغنى السريع أو الغنى الغير مقبول أو ملفات فساد تورط فيها أعضاء حزب العدالة والتنمية. هذا ممكن أن نقول أن حزب العدالة والتنمية نجح في ضبط هياكله، لكن هذه ليست حجة لنا. نحن كشعب مغربي نضع آمالنا على الحكومة المغربية وليس على حزب العدالة والتنمية. وبالتالي نحن نحكم على المسؤولية، وبشجاعة نقولها على بن كيران أن يتحمل مسؤوليته وأن يوضح للشعب المغربي لماذا لم يقم بمحاربة الفساد، لأننا لا نريد كما تفضلت سابقا بأن نزرع زعزعة الثقة للشارع المغربي في دولته. اسمح لي أشرك معنا، أصبح جاهز معنا الآن سيد مصطفى المريني الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. يعني ما هو تقييمك لعمل الحكومة خلال السنوات الخمسة الماضية بالنسبة إليك سيد مصطفى؟ والله بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية لما تقدمت إلى انتخابات يعني 2011 على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي، يعني تعاقدت مع الناخبين على أساس هذا البرنامج، والحساب ينبغي اليوم أن تقدم الحكومة الحساب على هذا الأساس، يعني ماذا حققت من برنامجها وماذا لم تحقق. والواقع أن أمور كثيرة لم تتحقق، يعني من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية، يعني بغض النظر عن الخلفيات الأخلاقية والدينية لهذه الحكومة. يعني كما قال يعني ضيفكم، الحكومة ينبغي أن تحاسب اليوم أمام الناخبين وأمام المواطن على برنامجها الانتخابي الذي للأسف وهذا البرنامج سيد مصطفى إلى أي مدى برأيك نجحت الحكومة بالفعل في تحقيق الأهداف وطموحات الشارع المغربي منها؟ للأسف الشديد يعني هناك مؤاخذات كثيرة على حكومة عبد الإله، حكومة العدالة والتنمية، يعني مؤاخذات كثيرة. من هذه المؤاخذات أن الحكومة لم تمتثل لبرنامجها الانتخابي الذي قدمته أمام المواطنين، وذهبت واتخذت قرارات لا شعبية، مست مباشرة جيوب المواطنين، وتضررت من هذه السياسات الفئات الاجتماعية المتوسطة والفئات الاجتماعية التي لا دخل لها في المجتمع. وبالتالي الحكومة بالرغم من أنها قد تكون حققت، هي تعتبر أن ما حققته هي إنجازات
فيما يتعلق بالتوازنات الكبرى. يعني وهذه الانجازات في الحقيقه هي انجازات لحساب يعني على حساب المواطنين، على حساب جيوب المواطنين. الحكومه كانت تلميذا نجيبا في تقدير المتواضع للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، دون ان يعني هذا اي تحامل، ودون ان يعني ذلك ان البدائل المطروحه في الساحه هي بامكانها ان تقدم الافضل. ولكن نحن نقيم الحكومه من هذه الناحيه. حكومه عبد الاله بن كيران في تقدير المتواضع كانت تلميذا نجيبا لبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي. حافظت على التوازنات المالية الكبرى، ومست في نفس الوقت المواطنين والفئات الاجتماعية في المجتمع المغربي. وبالتالي سيد محمد الفنيش، يعني إذا كانت بالفعل هذه الحكومة لم تستطع تحقيق برنامجها الانتخابي الذي وعدت به المواطنين، كيف ستكون حظوظها في الانتخابات المقبلة في أكتوبر أمام تقدم ومنافسة شديدة والصعود لأحزاب سياسية مغربية أخرى؟ بالمغرب يوجد تقريبا 35 حزبا، لكن الحزب مثلا الليبرالي اليوم أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات على اعتبار أن وزارة الداخلية لم تقم بالدعم المالي بشكل متوازن بين الأحزاب، وهذا حقه. كان على الدعم المالي للأحزاب أن يكون سواسية، لا يمكن أن يدعم حزب بمبلغ كبير ويجهض حق حزب آخر. نعم. وهذا يعطي بأن الطريقة التقليدية تسير بها وزارة الداخلية للانتخابات القادمة للأحزاب التي تسميها الكبرى. ما أخشاه هو أن يقع عزوف من الشارع المغربي. فنسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية التي فازت فيها حزب العدالة والتنمية مثلا ب107 مقاعد كانت تقريبا 6 ملايين مواطن من أصل قرابة 24 مليون مواطن لهم حق التصويت. إذن هنا كان ناقوس الخطر في الحكومة السابقة، وبسقوط شعار محاربة الفساد يزداد يعني خيبة آمال الشارع المغربي. اليوم وزارة العدل هي بيد حزب العدالة والتنمية، ولم يفتح حزب العدالة والتنمية أي ملف من ملفات الفساد. والشعار الذي بيع للشعب المغربي والذي تم تجارته بشكل كبير للشارع المغربي هو محاربة الفساد. اليوم نحن والشارع المغربي محبطين من هذه الكلمة محاربة الفساد، ولم تفتح ملفات، ولا يوجد سياسي واحد داخل السجون المغربية أو حتى داخل المحاكم المغربية خصوصا، والفساد استشرى بشكل منقطع النظير. طيب. وأشار له العاهل المغربي في خطابه بمناسبة عيد العرش بشكل واضح ودعا إلى محاربته. اليوم مجددا لدكتور منار، يعني اسمح لي في هذه النقطة أعقب. يعني إذا كان الفساد لم تستطع هذه الحكومة بالفعل يعني معالجته، بالإضافة طبعا إلى أنها كما ذكرت قبل قليل لم تمثل برنامجها الانتخابي، يعني ربما لم تكن حكومة حزب العدالة والتنمية بالمثالية، ولكن هل يجوز وصفها بالسلبية رغم القاعدة الشعبية الواسعة التي حظيت بها، خاصة أن استطلاعات الرأي لا زالت تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية مرشح للفوز بالمرتبة الأولى مرة أخرى وحصوله على قيادة حكومة ل5 سنوات أخرى؟ ما رأيك؟ أنت تحدثت ماذا قدمت الحكومة ماذا لم تقدم. أنا قلت في مستهل مداخلتي أن الحكومة، حكومة عبد الإله بن كيران، جاءت في ظروف إقليمية ووطنية، يعني كانت الآمال معلقة على هذه الحكومة وتطلعات الشعب المغربي كانت يعني إزاء هذه الحكومة كبيرة، وتفاعل حزب العدالة والتنمية مع يعني تطلعات المواطنين بشعارات فضفاضة وبشعارات براقة من قبيل يعني محاربة الفساد. غير أن هذه الشعارات للأسف الشديد لم يتم ترجمتها على صعيد الواقع. سيد مصطفى، سؤالي ليس ماذا قدمت الحكومة، أنا سؤالي إذا كان بالفعل لم تنجح الحكومة في تحقيق هذه الشعارات التي رفعتها، لماذا لازلنا نشهد يعني استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال عودة الحكومة مرة أخرى وفوزها بالمرتبة الأولى لقيادة الحكومة ل5 سنوات أخرى؟ للأسف الشديد يعني الانتخابات في المغرب للأسف يعني البرامج لا تحتل فيها موقعا مهما.
مع أن المفروض في الانتخابات، أي انتخابات في الدنيا، ينبغي أن تقوم على أساس برامج، ولكن ما زلنا في المغرب الانتخابات يعني نتائج الانتخابات تخضع للمرشحين الذين يعينهم هذا الحزب أو ذاك. ولذلك نجد اليوم أن الحزبان المتنافسان على المشهد في المشهد السياسي والحزبي بالمغرب يعني يتنافسان من أجل تقديم المرشحين الذين بإمكانهم أن يجلبوا أكبر ما يمكن من المقاعد والأصوات. وفي هذا الإطار يمكن أن نلاحظ أن حزب العدالة والتنمية يراهن على أشخاص معينين، وكذا وفي المقابل الحزب المنافس له يراهن على الأعيان ويراهن على رجال الأعمال. بالتالي فالبرنامج هو المفقود في هذه الانتخابات للأسف الشديد، والنتائج الانتخابات في الغالب الأعم، أقول في الغالب الأعم للأسف الشديد، لا تخضع للبرامج. وبالتالي سيد مصطفى، يعني اليوم ما مدى قدرة هذا الحزب على إقناع الناخبين مرة أخرى بأن أداءه في المرحلة المقبلة سيكون مقبولا، وأنه لازال جديرا بنيل أصواتهم مرة أخرى بالاقتراع المقبل في ظل يعني تنافس وصعود أحزاب سياسية أخرى؟ طبعا حزب العدالة والتنمية يملك من الأسباب التي يمكن أن يبرر بها يعني حصيلته، يملك الكثير من الأسباب يعني التي يمكن إرجاعها إلى ما يسميه هو محاربة التماسيح والعفاريت، وأن التماسيح والعفاريت التي يسميها يعني هذا مسمى حزب العدالة والتنمية كانت تقف ضده وكانت تمنعه من تطبيق برنامجه كاملا على الأرض، وأن بإمكان المواطنين والناخبين أن يعينوه للفوز بولاية ثانية ليتمكن له من تطبيق برنامجه كاملا. يعني الأسباب موجودة، يعني الأسباب التبرير موجودة لدى الحزب، ولكن إلى أي مدى سيقتنع الناخبون بهذه المبررات والأسباب، هذا ما ستظهره نتائج الانتخابات المقبلة. طيب، سؤال أخير للسيد محمد، يعني برأيك في ظل فشل حكومة بنكران في يعني مكافحة الفساد كما ذكرت، بالإضافة أيضا بتحقيق برنامجها الانتخابي الذي وعدت به، فشلت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كما قيل، كيف سينعكس ذلك على فرص قيادة الحكومة من جديد؟ ما رأيك؟ الانتخابات القادمة قد تعطي مرة أخرى فوز لحزب العدالة والتنمية. لماذا؟ لأن هناك نزاهة للحزب، لكن هناك كذلك غياب تحمل للمسؤولية تجاه ملفات كبرى كما تفضلنا سابقا، ملفات الفساد. كذلك استفاد حزب العدالة والتنمية من وجود فراغ سياسي. ظلت الأحزاب التقليدية التي كانت ما قبل الربيع العربي بقيادتها الهرمة ظلت هي القائمة على المشهد السياسي في المغرب، والشعب المغربي محبط من هذه القيادات ومحبط من تلك السياسة التقليدية القديمة للتسيير المرتبطة برجال الأعمال والأعيان في بعض الأحزاب. اليوم ما نتخوف منه صراحة هو العزوف الانتخابي، هذا ما يدق ناقوس الخطر. نسبة 6 ملايين من المصوتين في الانتخابات الماضية لم تكن نسبة كبيرة جدا، فما أدراك إذا انخفضت اليوم. كذلك ممكن أن نقول أن رئاسة الحكومة لبنكران كان بنكران يراعي التحالفات الحزبية أكثر من أن يراعي آمال الشعب المغربي. الكاتب الصحفي سيد محمد الفنيش كان معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. كما أشكر أيضا سيد مصطفى المريني الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف. شكرا لكما ضيفي الكريمين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصة مغاربية لهذا الأسبوع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.